حلقة اليوم عبارة عن حبس أنفاس، وانتم قاعدين تشوفوا الفيديو نبضات قلبكم راح تدق بسرعة. بتشوفوا مجموعة فيديوهات فيها رعب وإثارة، يعني باختصار حلقة اليوم يحتاج لها قلب، فإذا كان قلبك خفيف أو قلبك ضعيف وما تقدروا تحملوا هذا النوع من الفيديوهات فما أنصحكم تكملوا الحلقة. بس إذا كنت شجاع وانت كمان شجاعة، يعني من مش معقولين، فانزلوا تحت ودوسوا لايك واستعدوا لفيديوهات مليئة بالحماس. والأهم من هذا كله صلوا على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ على بركة الله. مش معقول. في شخص اسمه جابرييل وعنده صديق اسمه أنطونيو. جابرييل هذا يقول صديقي أنطونيو في الفترة الأخيرة بدأت أحس إنه يتغير، ما عاد صار يطلع كثير، ما يقابلني كثير، أتصل فيه يسحب علي، يعني صرت ما أشوفه كثير، وفجأة اختفى لأكثر من أسبوع، جواله مقفل، أتصل فيه أحاول أوصل له ما في أي خبر. فأنا هنا قلقت على صديقي وقلت بروح لبيته وأزوره، وصديقي أنطونيو هذا عايش في بيته لحاله. على العموم بعد ما قطع أكثر من أسبوع قلت بروح أشوفه وأطمن عليه كوني صديقه، وبالفعل بعد ما خلصت شغل، هو يشتغل في الرنج طبعا، يرنج بيوت وكذا. على العموم خلص شغله قال بيروح يشوف صديقه، وكان الوقت متأخر شويتين. فلما راح قاعد يخبط على الباب، أنطونيو ما في أي رد. استغرب، يعني أتصل فيه جواله مقفل لأكثر من أسبوع، أجي أدق البيت ما في أي رد. لا أنا كذا مضطر إني أنط من الحوش واخش لبيت صاحبي عادي. بالاول والاخير هو صديقي، ابى اشوف اطمن ايش قصته. وبالفعل نط من السور وخش للحوش، واول ما دخل الحوش شاف باب البيت مفتوح كذا، مفتوح شويتين، فاستغرب، يعني مو قاعد يرد علي، ولما نطيت الباب مفتوح شويتين، لا ابى اروح اشوف. ولما خش للبيت هذا اللي صار. أنطونيو أنطونيو إيه Antonio, soy yo. Javier. ¡Ey! ¡Ey, loco! Soy Javier, boludo. Che, loco, ¿sos vos? Ya fue, boludo. Vine a ver qué onda, ¿cómo andás? ¿Estás bien? Che, loco, si sos vos salí. ¿Escuchan eso? مثل ما شفتوا باب الغرفة قفل لحاله فجأة، وهنا جابرييل أكيد خاف، قرر إنه يطلع ويروح يبلغ الشرطة. قال أنا ما بكمل أقعد أدور في البيت المظلم هذا والباب قاعد يتقفل لحاله، لا بروح أبلغ الشرطة. وهو طالع يبي يروح يبلغ، هذا اللي صار. مثل ما شفتوا باب الغرفة الثانية فتح لحاله، وبعد ما فتح إذا ركزتوا وعدنا الفيديو ثاني بشكل أبطأ بتلاحظوا إنه في شيء وكأنه شخص قاعد يناظر من الفتحة اللي في الباب. وما دام إن راس الشخص هذا وصلت للفتحة تبع الباب فهذا يعتبر إنه شخص طويل ومو عادي. وبعدها مباشرة ظهر صوت مرعب ينادي باسم جابرييل، وهنا خلاص جابرييل ما قدر يتحمل، أخذ بعضه وركض طلع من البيت، وعلى طول بلغ الشرطة. قال صديقي مفقود، ولما رحت شفت البيت حسيت في أحد جوا البيت فأتمنى تروحوا تشوفوا. وبالفعل الشرطة راحت للبيت، وهنا كانت صدمة. تخيلوا انهم حصلوا أنطونيو ميت بظروف غامضة، ميت في نفس الغرفة اللي بابها قفل لما كان ناوي يخش في البداية. وطبعا جابرييل شويتين وبيجنن، صديقي مات في البيت، صار له فترة ميت في البيت ومات بظروف غامضة. فقعد لأيام كثيرة يبكي وحزين على صديقه. وبعد ما عدت فترة طويلة يعني قرر
انه يرجع لبيت صديقه مرة ثانية، لبيت أنطونيو، ويتأكد ويشوف البيت. ممكن يلاقي إجابات لسبب وفاة صديقه. وبالفعل المجنون راح مرة ثانية للبيت، وهذا اللي صار. Esta es la pieza. Mierda. La laucha. Da un poco de escalofrío estar acá, se siente una carga un poco pesada, qué sé yo. Qué mierda. La linterna. ¿Qué pasó? Mierda. ¡Ey! ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Mierda. ¡Hola! ¿Qué mierda anda ahí la concha de su madre? ¡Eh! مثل ما شفتوا هنا الوضع زاد عن حده والموضوع صار مخيف أكثر. كل شويتين يطلع له شخص كأنه ماشي، ولما يلحق يشوفه اختفى، وبعد كذا يقول طلع من البيت وهو يركض وما عاد رجع له ثاني. واليومنا هذا ما حد عارف ايش اللي صار بصديقه أنطونيو. فتتوقعوا ايش اللي صار في أنطونيو وكيف مات لحاله في البيت؟ أبي تحليلاتكم وتحقيقاتكم تحت في الكومنتات. الموضوع بصراحة محير. نشوف الفيديو اللي بعده. مش معقول. الفيديو هذا العائلة اندونيسية قرروا يعملوا عيد ميلاد كذا لبنتهم الصغيرة، وكانوا مبسوطين، عزموا الأهل، المعاريف، الأطفال تبع الحي، وكان البيت فيه أطفال كثير، وهم قاعدين يصوروا في حفلة العيد ميلاد. فجأة ظهر شيء ما له أي تفسير. أبيكم تركزوا على الفيديو، نرجع نكمل. مثل ما شفتوا الناس طبعا اللي ما ركزت، بنعيد لكم الفيديو ثاني بشكل ابطأ. اذا بتركزوا بتلاحظوا انه في بنت صغيرة ورا الشباك قاعدة تتفرج على الناس اللي في الغرفة قاعدين يحتفلوا، وشكلها بصراحة مخيف جدا. فالسؤال هنا مين هذه الطفلة؟ واذا كانت طفلة في الحي الوقت متأخر، طفلة لحالها قاعدة تشوفهم من الشباك كذا بشكل حزين وكأنها تبي تحتفل معاهم، بس شكلها ما يطمن. فتعتقدوا ممكن تكون جن والعياذ بالله؟ الله اعلم. نشوف الفيديو اللي بعده. مش معقول. الفيديو هذا من أغرب الفيديوهات اللي شفتها في حياتي. شخص يقول إنه صحي في الليل على صوت دق من تحت السرير. تخيل وأنت نايم فوق السرير في منتصف الليل لحالك في البيت تحس إنه في أحد قاعد يخبط لك من تحت السرير. فهذا يقول من كثرة الدقة تحت السرير صحيت، فأخذ موبايله وبدأ يصور ويوثق، وهذا اللي صوره. مثل ما شفتوا لما نزل كاميرا الجوال لتحت ما كان في اي شيء، مجرد انه قرر انه يسحب ايده ظهر وجه مرعب جدا. بصراحة ما ادري اذا كان الفيديو حقيقي او مفبرك، بس اذا كان مفبرك فاهنيه اللي عمل الفيديو هذا مبدع. بس اذا كان حقيقي وصار معكم كذا ايش بتكون ردة فعلكم؟ رايكم تحت في الكومنت. نشوف الفيديو اللي بعده. مش معقول.
هذا الفيديو للشخص يقول زوجتي كانت تولد في المستشفى وهي في غرفة الولادة، قالوا لي انتظر في هذه الغرفة. دخلوني غرفة فيها سراير كثير وفاضية جدا، فقاعد انتظر انهم يبشروني ان زوجتي جابت ولد او بنت. وانا قاعد لحالي كذا في الغرفة لاحظت شيء غريب فصورته، وهذا اللي صوره. Nyawa Koresa hendak kayu Này umur tu bos Dah Wah مثل ما شفتوا بكل وضوح رجل بنت واقفة، ولما يلتفت يبي يشوف وجهها أو جسمها الباقي ما يلاقي أحد. فتتوقعوا إيش التفسير الوحيد لهذا الفيديو؟ رأيكم تحت في الكومنت. نشوف الفيديو اللي بعده. مش معقول. هذا الفيديو لبنت صغيرة قاعدة تصور نفسها فيديو كذا تتكلم وتدردش وفي جنبها دمية، وفجأة وبدون أي سابق إنذار هذا اللي صار. Dos tenedores así, una rosita, igual que el cuchillo que mostré al principio, no sé si lo mostré al principio, y este tenedor amarillo. Pues tener, se me está cayendo todo, perdón, se me está cayendo todo. Dos cuchillos amarillos iguales. Tengo esta tacita rosita y esta tacita como fucsia. Huevo, ¿sí? مثل ما شفتوا الحين أغلبكم بيقول تمثيل، بس هل تعتقدوا أن في بنت صغيرة بهذا العمر ممكن تمثل بالشكل هذا؟ لأنه بصراحة أحس ردة فعلها حقيقية جدا، والله أعلم بالأول والأخير. رأيكم تحت في الكومنت. نشوف الفيديو اللي بعده. مش معقول. في قناة في اليوتيوب لمجموعة شباب شغلهم يستكشفوا الكهوف، كل مرة يروحوا الكهف كذا يستكشفوه، يخشوا الكهف ويخشوا في أماكن ضيقة وينشروا فيديوهات فلوج كذا. وفي يوم من الأيام شافوا كومنت عندهم في أحد الفيديوهات لواحد يتحداهم إنهم يروحوا الكهف الفلاني، أعطاهم اسم كهف وموقع وقال لهم إذا أنتم رجال روحوا استكشفوا الكهف هذاك، سيبكم من الكهوف هذه اللي أنتم تدخلوها. والشباب تحمسوا وقالوا واحد من المتابعين يتحدانا ويقول له أنتم رجال روحوا الكهف هذا، أوكي بنروح. وبالفعل راحوا للكهف هذا وتفاجئوا إن الكهف مليء بالماء، كهف كذا فيه ماء كثير يا دوب تعرف تخش، ضيق ومن المستحيلات إنك تدخل وتتعمق لجوا. بس الشباب قالوا ما دام إن إحنا جينا وقاعدين نصور فيلا نقبل التحدي ونخش، وليتهم ما خش. هذا اللي صار. اي صح، ملاحظة تنبيه، هذا الملاحظة طبعا لليوتيوب، اتمنى يوتيوب بعد ما تشيكوا على الفيديو، هذا الفيديو تم تصويره من قبل اشخاص محترفين في مجال البحوث في الكهوف والاماكن هذه، وتم تجهيز جميع الاحتياطات للسلامة. فاتمنى من الاشخاص اللي قاعدين يشوفوا الفيديو ما حد يجرب اللي راح يشوفه. So people won't be mad at me? So what all does that show? Carbon monoxide? Carbon dioxide, carbon monoxide, hydrogen sulfide, and low oxygen. Cool. Pretty much everything. Yeah. So we got the Action Adventure twins here helping us out. Because you guys are like, Matt, check the oxygen. Oh, danger levels. Breathe on it a little bit. Danger. Danger. And it's waterproof? It is, but I don't think it's gonna work too well if like the little intakes get clogged with water. It's gonna be hard to keep that thing out of the water. Alright guys, we have made it out to the cave that's on the demolition ranch, or off the ranch. Wait, is it beeping already? Well, see, I immediately dunked it underwater. I told you. So, you know, I don't think this is gonna give us the accurate. Probably not accurate. Or the entire cave has bad air. It might. Let's get into it. Already an air dipper. Oh god. A lot further. We're not even close. This is where we're at right now. Yeah, this is intense. I love that they're saying this is intense. Yeah, that makes me heard feel, that yet. That makes me feel good because I was scared in here and I'm like, what if these things just come in and they're like, oh, this is a piece of cake. Let's climb it. No, this is a little rough. Yeah.
feel the rope on my foot. So much water in my ears. Yeah, same. Oh man. Water in my eyes. Snorkel would be nice right about now. Yeah. I got so much water in my head. Good times. Good times. Yeah, go look for him. Does it really go further? Is he under? Oh, hell no, I'm not doing that. I can just barely hear right here. So loud. This is the waiting area. I'm glad I didn't go in there and wait. Are you going, Jacob? Oh, he just bailed. مثل ما شفتوا المكان ضيق جدا ويا دوب خشمك بس يطلع وباقي كل جسمك غارق. وهم في هذا الوضع الصعب جدا واحد من الشباب رجله انزلقت وكان بيغرق، فقام مسك صديقه وسحبه معاه. ومثل ما شفتوا الاثنين كانوا يروحوا فيها، بس الحمد لله ربك ستر، لانك بصراحة اذا غرقت في مكان مثل كذا ما بتعرف تطلع، لانك ما تدري المكان اللي فيه شوية مساحة عشان تحط خشمك، فممكن تموت. الحمد لله ربك ستر، وعلى طول الشباب طبعا طلعوا من المكان وما عاد رجعوا ثاني. وخلاص لهنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم. اتمنى كل فيديو نال اعجابكم، ولا تحرموني من لايكاتكم اذا كان الفيديو يستاهل. اذا ما كان يستاهل عادي حط انتقادك، ان شاء الله راح اعدل في الجايات بحيث اني اقدر اقدم شيء يرضيك ويرضيك يا اختي. بس اذا كنت جديد في القناه اشترك في القناه وصير واحد من المش معقولين. وما تنسوا تشوفوا قناه القصص، عندي قناه ثانيه فيها قصص خرافيه جدا لا تفوتكم، بالذات القصه الاخيره اللي نشرتها تبع البنت الكيوت اللي قتلت عائلتها بطريقه كيوت، قصة مجنونة جدا، وفي قصص كثيرة مجنونة راح تعجبكم. الرابط تحت في الوصف وفي أول كومنت كمان. كان معكم أخوكم نخلان، أحبكم في الله، أشوفكم في أمان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.